يا مساء الخير والهنا والسعادة والرزق الواسع عليكم وعلى بيوتكم وأولادكم. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير كتير كتير. مهما أقول من هنا لبكرة. شايفين القط بتاعنا سنو؟ اسمه سنو، مكة مسمياه سنو. المهم عشان هو يعني ايه شبه ابيض وزي التلج، فهي عشان كده مسميه سنو. المهم حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، تعالوا بقى ايه نرتب يوم نشاط كده مع بعض. اليومين اللي فاتوا الواحد كانت نفسيته متدمره حرفيا حرفيا. هما كمان بيحبوكي يا قلبي. نعم. القط اللي كان هنا فين هو؟ ما هو الحته اللي كان فيها القطه عدت، هبوريها لك بقى بعد ما اخلص، اتفقنا؟ اتفقنا. فكان عندي هنا جارتي، الله يرحمها ويسامحها يا رب، اتوفت. وبصوا يعني كانت الواحد نفسيته رايحة في الضلالة والله. وفجأة يعني الست كانت الصبح انا نازلة في الاسانسير وقابلتها بالصدفة. والله يا بنات زي ما بحكي لكم كده، الست دي يعني انا ماليش علاقة باي حد على وش الارض من ساعة ما جيت اسكندرية، سواء في البيت القديم او في البيت ده. انا ماليش علاقة بحد خالص. لو قابلت حد سلام عليكم، صباح الخير. لا اعرف اسم حد، ولا اعرف جاري اللي جنبي ده اسمه ايه، ولا جارتي دي اسمها ايه، ولا عندها كام عيل، ولا ما اعرفش اطلاقا اي حاجة عن اي حد في الحياة من يوم ما جيت البلد دي اللي اسكندرية. انا من الفلاحين. من يوم ما جيت المدينة وعشت هنا، وكنت في بيت يعني أهله وحشين من الآخر كده. أهل البيت وحشين جدا، فخوفوني. أنا كنت عيلة، كان عندي 19 سنة، فكنت عيلة وطالعة بقى اللي هو إيه حاجة، عارفين لما يكون في قطنة بيضة وتحطوها في مكان كده تمتص منه أي حاجة، اللي هي بقت مرعوبة من كل اللي حواليها. فالناس دي انا عشرتها سنة حرفيا. كنت بعيش معاهم، مش بعيش معاهم عيشة كاملة يعني، بنزل اقعد معاهم. بيت عيلة، انتوا عارفين بيوت العيلة وقرفها وما ادراكم ما الغل والكره وكل القذارة اللي في الدنيا يعني. فالمهم عليها هي سنة، ولقيت نفسي لا 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 لا، مش انا بختلط بعالم من الفضاء الخارجي. كل حاجة غريبة وعجيبة ومريبة وخارقة لقوانين الطبيعة. يعني أنا عمري ما شفت أم تكره، عمري ما شفت أخت تكره. ممكن يكون عادي يعني. أنا اللي يمس إخواتي بكلمة أمسه بالدم، مش بأي. أنا أقول اللي أقوله، وأنا أزعق وأنا أشتم وأنا أعمل اللي أعمله معاهم، وهم يعملوا اللي يعملوه معايا. لكن اللي هحط لك سبسكرايب ماما. حاضر ثواني يا مك. لكن اللي يجرحهم بكلمة أنا مش أمسه مش أقطعه، ده أنا أكب عليه مية نار، أشوهه. سواء بقى إيه أي حد من أهلي، يعني أهلي وأهل أخواتي وأهل أبويا دول خط أحمر، خط احمر. لا اخواتي ولا عماتي ولا محدش يمس شعره من راسه. انا اتكلم، انا اقول، انا عيد حلال ليا انا اقول، لكن محدش يقول. عارفين اللي زي المثل كده، على ما انا فاكره يعني، المثل اللي يقول انا ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. اهو انا كده ما احبش كده. لكن دولت لا، ده انت تدعي وتنتهكي عروض. كانوا بيتكلموا في عرضي، وكانوا يعني بصوا من غير تفتيح يعني. مهم انا عاشرت ناس كرهوني في طوب الارض في البيت ده. فبقيت اللي هو عندي رهبة من الناس هنا في المدينة. وبعدين في الفلاحين عندنا كل الناس عارفين بعضها، وفي خشة، وفي أدب، وفي أصول. تكي حطي على الكلمة دي تحتيها مليون خط. ما بقولش ان معنى كده ان مفيش في المدينة كده، لا طبعا في ناس كتير محترمة، الا يعني كتير جدا. بس انا معرفش ده اصله ايه وده دنيته ايه. يعني المدينة بتبقى مختلطة من كل الناس. نادر بقى انت ورزقك يعني تعاملي، وانت ورزقك يا تلاقي ناس كويسة يا ما تلاقيش، يعني انت ورزقك. لا فانا لا، انا ما اتعاملش اصلا. انا ليه اعرض نفسي ان انا اتعامل مع حد ويا صابت يا خابت؟ لا 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 لا.
فمن ساعتها وانا حاطه حدود، ان مش حدود، ده مقاطعه. عارفين لما بتعملوا مقاطعه مع اي منتج كده، انا عملت مقاطعه مع اي حد في الحياه. مستحيل اكلم حد، مستحيل اختلط مع حد، لدرجه ان قسما بالله انا عشت في بيتي القديم ده 22 سنه. لا 22 سنه ايه، انا سايبه البيت وانا عايشه هناك في البيت القديم 19 سنه، وجيت كملت هنا بقى الباقي. يعني انا سايباه وانا عايشه هناك 19 سنه حرفيا. انا ما كنتش اعرف غير ست واحده في وشي، وكنت ايه اعرفها، ايه اللي هو صباح الخير صباح النور، انت عامله ايه، مش تقف تعاكس امال وهي نونو شويه مش عارف ايه. والست دي قعدت كده 6 7 سنين وعزلت. وعليها معرفش غيرها في الحياه، في الحياه هنا في اسكندريه. المهم، فالموضوع ده عمل لي رهبة ان انا معرفش اي حد. الست دي كنت بشوفها وانا نازله، مثلا انتوا عارفين ان ما بنزلش سوق اصلا، نادر جدا. فوانا نازله اجيب في الاسانسير مره مع اولادي، مره تانية قابلتها برضو كذا كذا مره واحنا نازلين السوق، بس هي بتروح يعني في الاسانسير كده معاها شنطه، فانا بعرف ان دي شنطه سوق، هي رايحه السوق كده. بتبتسم. كان مرة برضو كم مرة تخبط عليا، لو سمحتي يا مدام ممكن تنقلي باسكت، تجيبي، انا بحط باسكت عزكم الله القمامة بره، فكانت تخبط عليا شيلي الباسكت لو سمحتي خليه قريب كده لشقتكم، رغم ان هو مش جنبها خالص يعني، بس يعني هي عايزة كده. فاقول لها ماشي حاضر، واجي ايه نقلة بكل ادب وبكل اخلاق. فالمهم الست دي كانت تشوفني تبتسم، السلام عليكم عامله ايه، في مناسبه تقول لي كل سنه وانت طيبه. انا نفس الحكايه، ما اعرفهاش، ما اعرفش حتى بينادوها ام ايه ولا هي ايه، ما اعرفش. بس فسمعت من بابانا ان هي توفت، لان احنا هنا عاملين جروب على في البرج هنا، ففي الجروب عاملين نعي وكده ان هي توفت. مين يا بابا اللي توفت دي؟ فراح قايل لي دي الست اللي جنبنا مرات. قلت له مرات مين؟ انا ما اعرفش. بابانا بقى اللي عارف بقى، بحكم صلاة الجمعة ما بتقابل معاهم، ما بيكون في اجتماع لملاك العمارة، الحاجة دي يعني اللي انتوا عارفين، عشان كده هو عارف، لكن انا ما اعرفش حد الا اذا هو قال لي. فهو راح قايل لي بقى، وبصوا عارفين اللي خدت كده قبضه كده، فنفسيتي كانت زي الزفت. اتخضيت طبعا، لان هي كانت نازله معايا الصبح رايحه سوق باين الله اعلم. وبعدين يا بنات كانت بتبص لي قوي قوي، يعني اللي هو لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، لدرجه ان انا عارفين لما يكون حد عايز يودع حد، رغم ان ماليش علاقه بيها اصلا، بس نظراتها وكل الحاجه حسيت ان هي كانها بتودعني. مش عارفه، حتى انا قلت لبابانا ايه يوميها، قلت له بابا انا قابلت الست اللي هي في الشقه اللي جنبنا دي، كانت بتقفل باب شقتها معايا واستنينا الاسانسير، وكانت بتبص لي قوي يا بابا كده. هو انا كنت عايزه اسالها هي زعلانه مني في حاجه، وانا عملت لها حاجه بتشبه عليا، هو في ايه؟ وبعدين قال لي ايه يا ستي، لا اكيد انت اللي ايه اللي افورتي قوي. فقلبي انقبض يا ولاد قوي 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 اما عرفت. يعني انا لسه كنت حكيت له اول ما طلعت من السوق، وبعدين ما فيش 4 5 ساعات لقيته بينادي عليا بيقول لي فلانه مرات الحاج فلان اتوفت. اتوفت مين دي؟ انا ما اعرفش مين الحاج فلان ومين فلانه. قال لي عارفه الست اللي انت الصبح قلتي كانت بتبسطها زي ما يكون بتودعني كده وبتبص لي بحزن كده كاني عامله حاجه مزعلاها. اتفاجعت بقى، قلت معقوله هي كانت رايحه فين؟ فبسأل حارس العمارة، قال لي لا دي ساعة ما نزلت معاكي كانت نازلة السوق، وفجأة وقاعدة في وسط ولادها وربنا افتكرها، عمرها كده. فالواحد برضو اما بيكون في حد كده، عارفين اللي هو بيخاف، بيرجع لربنا في اي حاجة. في حاجات كتير 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 بتيجي في دماغك، اللي هو طب هي اللي ماتت المرة دي، يا عالم المرة الجاية يكون مين؟ يكون انا، يكون غيري، يكون اي حد يعني بعد الشر عليكم كلكم، بس يا عالم يا عالم. فالواحد لازم يعمل حساب اليوم ده يا بنات 1000 مرة، في كل ثانية لازم يعمل حساب اليوم ده بجد. مش عارفة، جالي اكتئاب اللي هو بصوا، يعني انا مش عارفة اكلم حد، مش عارفة اتعامل، مش عارفة اخد، مش عارفة.
فالحمد لله الحمد لله على كل حال. ابتدينا نفوقه ونرجعوا لدنيتنا تاني كده. وكل اللي يكلمني عايزه اعيط، اللي هو طب انتي ما تعرفيهاش، انتي عايزه تعيطي ليه؟ ومش عارفه مش عارفه اللي هو الموت ده لو سألوني أبشع حاجة في الدنيا اللي احنا عايشينها دي ايه، مش هقول لكم مرض ولا فقر ولا أي حاجة. أبشع حاجة في الدنيا دي هي الموت، الفراق. أبشع حاجة، سلسال من عدى عليا أمي وأبويا يعني ازاي وكان يعني ازاي كده، ازاي الدنيا دي كده، اللي هو لا 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 لا. وجدودي واللي كنت في وسطيهم، واحلى احضان واحلى حنيه والعشق كله لا 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 لا. ده البني ادم ده والله العظيم ما يجي ذره تراب، ما يجيش ذره تراب حرفيا. ف بس ده اللي حصل والله يا بنات. فعشان كده كانت نفسيتي تعبانه جدا جدا. وحاولوا كتير ولادي وحاولوا للدنيا يا ماما، ما اقول لهم انتوا بتكلموا مين؟ بتكلموني انا؟ تقولوا لي انا الدنيا وده عمرها وده انا ما اعرفهاش والله، ما اعرفها ولا لي علاقه باي حد ولا بيها ولا بغيرها. لمجرد بصه او مجرد ان هي بتقابلني تقول لي صباح الخير والسلام عليكم وانا زيها. اللي هي مثلا لو حصل اي حاجه من على باب الشقه، انا ما ببصش في وش حد ولا في باب شقق حد، ولا انا من جوه انا بتعامل اي معامله لاي حد يخبط عليا وانا في باب وانا جوه في شقتي. ما انا على باب شقتي من جوه، وهم برضو نفس الحكايه على فكره. يعني ما فيش حد بيجي يقف قدام باب حد ويقول له مثلا في حاجه في ما فيش الكلام ده اطلاقا. ويعني الحمد لله الحمد لله، ربنا يرحمها يا رب ويجعلها يا رب كده في الجنة ونعيمها بإذن الله. ويخلي ولادها بقى ويجعلهم كده عوض الخير يا رب يا رب. بس تعالوا بقى نغير الموضوع. المهم النهاردة نزلوا جابوا لي شوية طلبات كده، حاجات على قد اليوم وحاجات يعني ايه لأيام بعد كده. زي ما انتوا شفتوا كان البيت مشفر على الآخر، ما كانش عندي أي حاجة. على قد ما قدروا يشيلوا جابوا، وبعد كده نكمل بقى ايه اذا كان لنا عمر ونصيب في الايام الجايه. تصدقوا الموز ب45 جنيه الكيلو يا بنات؟ يعني بجد ليه غالي كده؟ العنب ده اللي فيه بذر ده ب35 جنيه الكيلو. جابوا لي 4 كيلو، جابوا لي 3 كيلو موز، 3 كيلو او 4 كيلو حاجه كده، لا 3 كيلو، دول 3 كيلو. وكانوا قبل ما افضيهم الكيس كانوا واكلين منه. وجابوا لي لحمه بلدي كده، وزي ما انتم شايفين سلقتها. اول حاجه حطيتها على النار بعد طبعا ما غسلت المواعين. والطماطم النهارده جايبينها لي ب15 جنيه الكيلو. لازم احطها في كيسه، بس ما تكونش كيسه سودا، بفضيها كده في كيسه، اي كيسه بيضه، كيسه شفافه، اي كيسه بس ما تكونش سودا. بس يكون لا يا حبيبي ولا يهمك. وكمان جابوا لي اكل للقطه اللي هو الدراي فود ده. جابوا كيلو، الكيلو عامل 120 جنيه. جابوا لي كيلو. بعبيه بقى في البرطمانات اللي هي البرطمانات الازاز الفاضيه اللي عندي دي، بعبي فيها الدراي فود كده وبغطيها كويس جدا عشان خاطر يتن ايه زي ما هو يعني متحمص كده. هحط لها حبه بقى دلوقتي عشان هي كانت جعانه قوي وانا صبحه النهارده. ماشي يا عم التوك توك. قاعدين في الاوضه بتاعت ولادي، واللي كمان ايه الديوانيه. وبصوا يعني الطريق ما شاء الله من كل جنب، فعامل عمايل مزي. المهم بعبيهم كده في علب الصلصه اللي فاضله دي اللي فاضيه، واشيلهم وقت ما بفطرها الصبح منه. وبتاكل بقى معانا من الغدا اي حاجه بنعملها بتاكل منها. وبالليل بحط لها حبه كمان ايه من الدراي فود ده كمان، لو ما عنديش باقي غدا ليها فبحط لها منه. همسك العنب بقى كده. كوكي هنا كانت عايزه حته فبغسلها لها واحطها لها تاكلها، وكان لسه سخن طبعا مش ساقع. فابتدي بقى انقعه في ميه كده واغسله مره واتنين وتلاته، لان بحس ان هو بيبقى غرقان تراب طبعا من الشارع. واحنا الطريق عندنا هنا بجد فظيع فظيع، تتصوروش يعني الواحد قد ايه على قد ما كان طاير وفرحان بالبيت هنا،
على قد ما انا عايزة اطفش منه فجأة كده برضو يعني. الحمد لله. خلاص نقعته، بحط عليه كمان يا بنات حبة خل، يعني مفيش نص دقيقة. بس طبعا ايه، انا بقى كنت يعني سبته وفصلت، حتى نقطة حبة الخل اللي حطيتهم ما جوش. وببتدي بغسله تاني واحطه بقى في علب كده، والعلب دي بصفي منها المية كويس جدا وبحطه في التلاجة يسقع. بس كده تمام التمام. هصفيه طبعا من المية كويس جدا، وبعد كده اسيبه بقى ايه يسقع في التلاجة. وندخلنا حاجتنا. هنا بقى لازم اكب المية حبة حبة كده، علشان خاطر الصفاية في الارض قولوا معايا ساعات بتطلع مية، مش عارفة ليه الظاهر مسدودة، عايزة السباك يجي يبص عليها. وجابوا لي كمان الفرخة دي، الديك ده، ديك اللي هو الامهات اللي في السوق، مالية السوق اليومين دول. فطبعا جايبها لي من عند فراخجي غير اللي احنا بنتعامل معاه، لان ما لقاش عند اللي بيتعامل معاه. فتمام. مسكتها بقى كده ايه، طبعا انا هعمل الفيلم ده مع نفسي عشان ما اطولش عليكم. مسكتها بقى مرشتها. انتوا عارفين يعني ايه مرشتها؟ لان فراخجي تنظيفه زي الزفت، والله العظيم بقيت اقول ربنا يسامحه على اللي عامله ده. بيبقى عنده ضغط وبيبقى عنده حاجات، رغم ان بابانا يعني من النوع اللي لما بيروح فراخجي جديد بيقول له بص توصى بالتنظيف وخد كذا، يعني بيديله زياده فوق حقه عشان ينظف لي الحاجه كويس، عشان عارف ان هو اما يجي انا هصوت ان هو غير الفراخجي. ومش بقيت بصوت، ده انا لميت علينا الجيران والله العظيم. الراجل مش منضفها خالص، سايب لي الفرخه بمنقرها باحشائها، يا دوبك شايل المصارين بس، لكن كل حاجه جوه لا 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 كانت زي ما هي. فقلت ايه يا بنت ايه، اغسليها. غسلتها طبعا انا مع نفسي، ونقعتها بقى في ملح وليمون وظبطتها. انا ما بغسلش الحاجه غير بليمون وملح بس، وسبتها بقى تتنقع. وفي الاخر هصفيها واعبيها في كيس زي ما هي على وضعها، واحطها في الفريزر. احطها في الفريزر بقى لتالت يوم، لان بكره احنا اكلين النهارده لحمه، فمش هناكل بكره فراخ، يعني نغير بكره نعمل سمك، نعمل اكل اي حاجه، يعني احنا ورزقنا اللي يقسم بيه ربنا. والملوخيه بقى يا بنات، انا كان ممكن اضربها في الكبه في ثانيه الا ثانيه هتبقى زي الفل، بس لا، كان نفسي اكل ملوخيه متخرطه من بتاعه امي. فاهميني؟ احلى حاجه، لا تقولي لي اكياس ولا بسمه ولا نسمه ولا ام الخير ولا يا خرابي. لا، هي ملوخيه امي دي اللي تتغسل بالايد كده، بس هو الكسل وحش يا رجاله. وتقولوا حبه ملوخيه يا بنات فيهم سكر كده شهد مكرر، يا سيدي يا سيدي يا سيدي على العجميه. طبعا انا هنا بسيبها واروح اشوف اللي بينادي عليا، واروح اشوف اللي عايز يوريني مش عارف ايه واللي عايز ايه، واصوت واجي راجعه وهكذا. والله العظيم يعني بصوا، الحمد لله الحمد لله على كل حال. وحشني وربنا الكلام معاكم جدا جدا جدا. ويا جوجو، انت يا بنت يا جوجو يا مجرمه، قلقتيني عليكي، اقسم بالله كنت هتجن عليكي، لدرجه ان انا بقيت خايفه اسال عليك. انا سالت كتير جدا في الفيديوهات، لو انت شفتي بقى الفيديوهات القديمه اللي فاتت كلها تلاقيني يا جوجو الواتس بتاعك راح مني يا جوجو، طب ابعتي لي ايموجي، طب ابعتي لي اي حاجه، طب ابعتي لي قلب ان انت كويسه. طبعا مع تغيير التليفون الواتس كل اي حد بيروح وكده. فيا ريت يا حبيبتي تعملي كده من دلوقتي وانتي سامعاني، يا رب تكوني بتسمعيني، عشان خاطر لا قدر الله لو غبتي عني تاني كده اسال عليكي. وربنا يكرمك يا رب ويوسع رزقك وتجيبي احلى تليفون في الدنيا، عشان انا كنت هتجنن والله العظيم. يا ترى ايه اللي حصل؟ يا ترى هي راحت فين؟ يا ساتر على الشيطان، اقسم بالله عايز يتحرق. انا بفكر اشغل له اغنيتين كده عشان المه يجي جنبي، وبعد كده اجيب شغاله قران فجاه يقوم مولع. هعملها واريح البشريه كلها مني. طبعا انا بهزر والله العظيم، باين لي اختكم عقلها راح في البلاله. المهم قعدت بخرط الملوخيه، شايفين بقى الجمال والحاجه السكر دي جبتيه منين؟ طب بلتيه ليه كده يبوظ؟ نشفيه.
انتي بلتيه ليه؟ جبتيه ايه؟ حطيتي ايه عليه؟ ما كده رحت الحمام. طب يا حبيبتي بقى اوعي يضيع منك عشان ده بتاع الخروج. بس طول الليل. البسيه يا قلبي، ما بصي تقلعهوش من وانتي ايديكي ابدا. قلعتي انا هقلعه، وانتي لبستي انا هلبسه. طب ممكن يا مكة هاتي كده بس اظبطهولك، هي جايبه الخاتم بتاعها ولابساه، والنبي يا مكة اوعي يضيع منك، حرام حرام يا بنتي، خساره. هحاول. هتحاولي ايه؟ كفايه الحلقان اللي انت مضيعاه. بس المهم محدش يخطفه من ايديا. طيب ما انا بقول لك لا، مين انت؟ طول ما انت في البيت محدش هيخطف منك حاجه. عملت بقى صفيت حبه شوربه كده، عشان انا ببقى حاطه ورق لوري وبصل وطماطم، وببقى حاطه حاجات كتير، فصفيتها كده في الحله اللي استانلس القمر دي، وحطيت حبه الملوخيه وتمام التمام. طبعا ايه اللي ربنا قدرهم عليه جابوهولي، وكل يوم بقى ايه، انا عشان ما عادش حد بيقدر ينزل، انا ما عدتش بقدر اشيل طبعا واحول واعمل، لا 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 لا. والموضوع ده عايز عربية مثلا، مع ان انا السوق تحت بيتي، بس مش عارفة، ما بقدرش دلوقتي انزل والف واعمل خالص خالص يا بنات. يعني انا كبيري ممكن انزل اجيب طلب واحد او طلبين كبيري واطلع، لكن ما عدتش بقدر اشيل واعمل، رغم ان عندي عجلة السوق وعندي كل حاجة، بس ما عادش في نفس كده، مش عارفة. المهم عملنا حبة الملوخية والحمد لله. بصوا التوم بقى وجماله، والله العظيم قشطة. ده هنا كمان الإضاءة عشان اللمبة بتاعت الرنج معمولة على اللون الأصفر، فكانت عاطشة يعني سيكة صفار. ده هو قشطة بيضة، بوريهولكوا في فيديو تاني وأوريهولكوا عامل ازاي. بصوا يعني، والتومة كده قشطة، شايفين في الطاسة عاملة ازاي، وحبة كزبرة وبمعلقة زبدة، حبة زيت، السمنة فلاحي اللي تحبي تعملي بيه اعملي بيه. وكانت اللحمة زي السكر، زبدة زبدة زبدة، احلى حتة لحمة، وريحة الشوربة سكر كده حاجة يعني. ربنا يديم علينا النعمة يا رب ويحفظها من الزوال. خلاص هنعمله بقى طشة الملوخية بتاعتنا. طب والله انا جوعتلك تاني تصدقي، مش عارفة لسه باقي ولا لا. انا بسجل لكم في نفس اليوم اللي عامله فيه الفيديو، ينزل لكم بكره بقى، ينزل لكم يوم الجمعه. يا ريت لو بتشوفيني كده تحطي لايك وتشتركي معايا في القناه، وحبيت الحبشتكنات دول. بصوا الديك خلاص خلصته وغسلته وطلعت عينه وعين اهله. هنبتدي بقى نغرف كده، بحط اللحمه في الشوربه كده، لكل واحد منابه في الطبسيه بالشوربه بتاعته، عشان هما مش هيتلموا وياكلوا مع بعض، لا كل واحد هياكل لوحده، لانه اللي فيه اللي بره في مصالح بيشوفها، في كلياته وفي دنيا دروسه. ايوه ايوه شغالين من لحد دلوقتي، رغم ان الحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا وكله تمام، بس برضه. وهنا سونا هو اول واحد جه، اتفضل غداء.